اسرع حاجه بتبوظ في موبايلك هي البطاريه، وده لانها شغاله طول الوقت سواء بتستخدم موبايلك او بتشحنه او حتى سايبه ما بتعملش بيه حاجه، خصوصا بقى لو انت ايفون فالموضوع ده عامل عقد لناس كتير. في الفيديو ده هقول لك على كذا حاجه لو انت بتعملهم حاول انك ما تعملهمش، وكام حاجه تعملها عشان تحافظ معاك على البطاريه لمده اطول. ومعظم الفيديو انت هتلاقيني بتكلم عن الايفون، بس الفيديو ده مش الايفون بس، الايفون والاندرويد واي حاجه فيها بطاريه عامه. طيب اول حاجه وهي قفل تطبيقات الخلفيه، هل ده بيأثر على شحن الموبايل؟ يعني انت لازم كل ما تستخدم تطبيق وتخلصه تروح تشيله من الخلفيه عشان ما يسحبش من البطاريه، ولا الكلام ده غلط اصلا؟ بص، هو مش كل التطبيقات انت لازم تشيلها من الخلفيه، لان معنى انك هتشيل تطبيق من الخلفيه وترجع تشغله تاني فالتطبيق ده بيشتغل من الاول لكنك لسه اول مره تفتحه، وكده انت هتزود من استهلاك البطاريه اكتر فبالتالي هتخلص معاك اسرع. انما لما بتسيب التطبيقات في الخلفيه وما تشيلهاش فده هيحافظ معاك على نسبه البطاريه اكتر، لان انت بتسيب التطبيق في حاله سكون كده ولما ترجع له تاني فبيشتغل معاك وما بيضطرش ان هو يعيد من الاول خالص، وكده مش هيستهلك بطاريه اكتر. انما المشكله بقى ان في تطبيقات معينه كده هقول لك عليهم برضه، هقول لك ازاي تعرفهم. التطبيقات دي بتستخدم النت والبلوتوث والجي بي اس طول الوقت، فانت لما تسيب التطبيقات دي شغاله في الخلفيه فهي لسه شغاله بتستخدم الحاجات دي، فانك تسيب التطبيقات دي شغاله في الخلفيه فده هيستهلك من البطاريه وهتلاقي ان نسبه الشحن بتنزل بسرعه. وهنا بقى انت تلاقي فايده اللو باتري مود او اللي هو وضع توفير الطاقه، وساعتها هو بيقفل لك كل الانشطه اللي التطبيقات دي بتعملها عشان تحافظ على شحن البطاريه وتعيش معاك لفتره اطول لغايه ما تشحن الموبايل ويوصل 80%، وساعتها هو بيقفل لوحده. بس هل بقى لو انت سبت وضع توفير الطاقه ده شغال طول الوقت على الموبايل ده هيسبب ضرر مثلا على الموبايل؟ يعني انت بتقول لي هو بيديك عمر اطول للبطاريه فليه ما استخدموش طول الوقت عادي؟ يعني هو الفكره ان هو مش هيعمل اي ضرر على الموبايل، بس هيأثر عليك انت في استخدامك للموبايل نفسه، لان انت مثلا لو هتستخدم تطبيقات بتربط ما بين السماعه والموبايل فهتلاقي ان هو بيقلل لك تشغيل خدمات الموقع، فبالتالي انت بتحافظ على نسبه البطاريه بس تجربتك انت نفسها مش هتكون حلوه. فالخلاصه ما تشيلش تطبيقات الخلفيه دي بنفسك خالص الا مثلا لو في تطبيق معلق ولا حاجه، وما تفعلش اللو باتري مود طول الوقت الا لو انت محتاج الموبايل يكمل معاك لمده اطول. وفي شويه حاجات تانيين لو عملتهم من الاعدادات فالبطاريه هتكمل معاك لفتره اطول. اول حاجه لو انت ايفون فانت ما تبصش على نسبه شحن البطاريه، اصل انت مش هتمسكها، هي بتفضل تنزل فهتفضل تنزل عادي، وكده كده طول ما صحه البطاريه بتاعتك في الايفون فوق ال 75% فانت كده تمام مش وحش، ولو نزل اقل من كده فعادي برضه. الفكره ان اداء الموبايل بس هيبدا يقل شويه، تحتاج تشحنه اكتر من مره في اليوم. من الحاجات المفضله برضه انك تعملها في شحن الموبايل انك تشحنه لما يوصل 20% لغايه ما يوصل 80%، يعني ما تستناش لما يوصل 5% والكلام ده كله وتقوم تشحنه، لا خليك من فوق ال 20%. بس انت بذمتك يعني تبقى نايم نومه حلوه وتصحى من النوم مخصوص عشان تشيل الموبايل عشان يوصل 79%؟ فلا، خليه يشحن ل 100% عادي برضه. انت كده كده اول ما يوصل 100% في الشحن اللي داخل البطاريه هيقف، فبالتالي البطاريه مش هتتاثر ولا هتتضرر بحاجه. بس الفكره لو انت صاحي والموبايل قدامك فخليك في الشحن بتاعه ما بين 20 ل 80%. ولو انت خايف بقى وعايز تظبط حته الشحن دي ففي حته برضه في الاعدادات كده مهمه انك تعملها. فعندك حاجه في الاعدادات اسمها اوبتمايزد باتري تشارجنج، او اللي هو الشحن المحسن للبطاريه، اللي هو هيفهم انت بتشحن الموبايل من كام كام وامتى وازاي والكلام ده كله، وهيبدا ان هو يشحن لك الموبايل بمزاج. يعني انت مثلا لو بتسيبه طول الليل على الشاحن فهو بدل ما يشحن لك الموبايل في ساعتين مثلا هيعمل لك حاجه ثانيه، اللي هو مثلا يشحن لك ال 80% طول الليل بالسرعه العاديه بتاعه الشحن، واخر 20% دول هيشحنهم في اخر كام دقيقه انت بتشيل فيهم الموبايل من الشاحن. وده هو يعرفه عن طريق الروتين اللي انت بتشحن بيه الموبايل، يعني انت بتشحنه كل يوم من 12 ل 6 الصبح، فهو هيفهم الكلام ده يعني وهيبدا ان هو يظبط لك نظام شحن ليه. فانت فعله بس ومالكش دعوه، هو يتصرف ويظبط لك بطاريه موبايل. وبالنسبه للوضع ده في الاندرويد فانت هتلاقيه مع اعدادات البطاريه، هبقى ابحث عنه في الاندرويد اوبتمايزد باتري تشارجنج او الشحن المحسن للبطاريه. وفي الايفون فخش على الاعدادات وبعدين البطاريه وصحه البطاريه والشحن وبعدين البطاريه والشحن، وهتلاقيه هو اللي تحت ده، فعله بقى لو مش متفعل عنه. بما اننا وصلنا نص الفيديو ففكرك ان احنا بنعمل محتوى على كل منصات الريلز، وكل اللينكات دي هتلاقيها تحت في الديسكربشن لو عايز تعمل لي فولو، واكيد لايك للفيديو وابعته بقى لاي حد جايب موبايل جديد او قديم عادي هيفيده برضه. المهم الحاجه الثانيه اللي لازم توقفها من الاعدادات وهي تحديث تطبيقات الخلفيه، لان زي ما قلت لك في تطبيقات انت بتسيبها في الخلفيه، التطبيقات دي بتستخدم حاجات من موبايلك فبالتالي ده هيزود استهلاك البطاريه وهتخلص بسرعه. فلا، انت ممكن تلغي استخدام التطبيقات دي للنت طول ما انت ما بتستخدمهاش عشان ما تقعدش انها تحدث في الخلفيه وانت كده كده ما بتستخدمهاش وملهاش لازمه. وعشان تعمل كده فابحث عنها في الاندرويد باسم تحديث تطبيقات الخلفيه او باك جراوند اب ريفرش، وفي الايفون هتلاقيها في الاعدادات وبعدين جنرال او عام ووقفها خالص، او ممكن تخليها مع الواي فاي بس بحيث ان انت مثلا تبقى في البيت وساعتها يعني مش هتفرق معاك البطاريه قوي، ولو بطاريتك ضايعه خالص فاقفلها خالص احسن. قلت لك بقى انا في اول الفيديو هقول لك على التطبيقات اللي بتستخدم الموقع بتاعك وهقول لك ازاي تقفلها، فجه وقتها بخش في الايفون على البرايفسي او الخصوصيه وبعدين خدمات الموقع الاولى دي، وهتلاقي هنا بقى كل التطبيقات اللي بتستخدم الموقع سواء بتستخدمه طول الوقت فبالتالي بتستهلك بطاريه اكتر، او بتستخدم الموقع لو انت بتستخدم الابلكيشن بتاعهم بس برضه هتستهلك من البطاريه. فكل اللي هتعمله انك هتخش تلغي كل التطبيقات اللي انت شايفها ملهاش لازمه انها تستخدم الموقع، زي كوبايلوت مثلا ما اعرفش ده بيستخدم الموقع ليه اصلا فانا هوقفه خالص. تطبيق الكاميرا مهم ان هو يستخدم الموقع وانت بتستخدمه لانه بيجيب لك
الصوره دي متصوره فين يعني. فشوف بقى انت التطبيقات اللي عندك كده وظبط الدنيا انت بنفسك. من الحاجات المهمه برضو انك تعملها وانت في الاعدادات انك تفعل الاوتو برايتنس او السطوع التلقائي. بس ثانيه، لو انت السنسور ده مش حلو عندك في الموبايل او موبايلك اقتصادي مثلا فبلاش تفعله لانه هيزهقك اكتر ما يفيدك. انما لو انت موبايلك حلو والسنسور ده شغال فيه حلو يعني ما قابلتش معاه اي مشاكل، ففعل السطوع التلقائي عادي. وشوف برضو انت لو شغال معاك حلو فقشطه خليه، لو مش شغال حلو فاقفله. وده بس عشان يظبط لك الاضاءه بتاعه الموبايل بتاعك على حسب المكان اللي انت فيه. يعني انت في الشمس فيعلي لك الاضاءه، دخلت مكان هادي اضاءته حلوه فيوطي لك الاضاءه عشان تحافظ على البطاريه اكتر. المهم الحاجه التاسعه بقى هي انك تحدث الموبايل دايما. فما تقولش مثلا التحديث ده مش حلو مش هنزله وما اعرفش ايه، فلا مفيش تحديث وما تحدثوش. زي ما شفنا السنه اللي فاتت ايفون 15 كان بيسخن ويولع والكلام ده كله، وتحديث نزل يا باشا ظبط الكلام ده كله. فانت ممكن استهلاك البطاريه لو زايد عندك ممكن تبقى مشكله، والتحديث ده يحلها بسهوله عادي. كده خلصنا حاجات تعملها في الاعدادات. هنخش بقى على كام حاجه تانيين تعملهم في استخدامك انت للموبايل نفسه. زي انك ما تستخدمش الموبايل وهو على الشاحن خالص، لان انت كده هيزود حراره الموبايل وبالتالي هيأثر على الحاجات اللي جوه زي المعالج والبطاريه والحاجات دي كلها. فبلاش تستخدم الموبايل على الشاحن، واكيد طبعا اوعى تلعب وهو على الشاحن. الحاجه الثانيه لو الجو حار قوي زي اليومين دول كده فبلاش تشحن الموبايل وهو في الجراب بتاعه. يبقى شيل الجراب كده عشان الموبايل ما يسخنش برضه. وغير كده برضه اختار جراب يكون ناعم على الموبايل، بلاش الجرابات اللي بتمسك قوي على الموبايل دي. وخلي الموبايل وهو بيشحن برضه في مكان فيه تهويه حلوه يعني لو هو بيسخن جامد. حاجه رقم 12 بقى والناس كتير ممكن ما تاخدش بالها منها او ما تعرفش ان هي بتستهلك من البطاريه جامد كمان، وهي الويدجت اللي انت بتحطها في اللوك سكرين. يعني انت مثلا ممكن تبقى حاطط ويدجت فيها الموقع اللي هو مثلا زي الويدجت بتاعت الطقس، فهو مضطر ان هو يحدث دايما باستمرار عشان كل ما تفتح الموبايل يظهر لك درجه الحراره مثلا مظبوطه. فده كله بيستهلك من الموقع وبيستهلك من النت وبيستهلك من ده كله، فبالتالي بيزود استهلاك البطاريه. تخلي اللوك سكرين بتاعتك بسيطه كده وبيبقى شكلها حلو عادي يعني. حاجه كمان لو انت ما بتستخدمش البلوتوث والواي فاي فاقفلهم، بلاش انك تخليهم مفتوحين على طول الوقت. ولو بتفتح هوت سبوت لحد فده بيستهلك من البطاريه جامد على فكره برضه لو انت ما بتاخدش بالك. الحاجه رقم 14 بقى والاخيره واللي لازم تاخد بالك منها، وهي انك ما توصلش الموبايل ل 0% وتروح تشحنه، لان انت كده اتحسب عليك دوره شحن، وانت اصلا عدد دورات الشحن في الموبايل بتاعك مش عدد كبير. فبلاش توصل الموبايل لصفر وتروح تشحنه، خليك من 20 ل 80%. خلي دورات الشحن دي لما تبقى محتاجها حقيقي، بلاش تعملها باستمرار يعني على الفاضي. فبس كده خلصنا. عايز اعرف بقى رايك في الفيديو، ولو وصلت معايا لغايه هنا فقول لي نسبه شحن موبايلك كام دلوقتي. انا عن نفسي هكتبها لك في اول كومنت. وبس كده اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.